يعطيكم العافية. اليوم وصفتنا هي الكبسة، كبسة على الدجاج، كبسة الرز على الدجاج. هون عندي 4 بصل حجم وسط مقطعتهم هيك صغير، بدي اقليهم بالزيتات بربع كوب زيت. وهلا من بعد ما قليت البصلة صارت بهاللون هيدا، هلا بدي احط البهارات. اول شي بدي احط عود قرنفل، رح اقليهم معهم، ورح احط ورق الغار، وانا هون حاطه مثل ما شايفين شقفه من هيدا الكركم عودين، وحاطه حب هيل، حاطه كبش قرنفل، وحاطه بهار اسود حب. هلا حسكرها، بعلقها بهالطريقه ومنقلب معهم. بدي اضيف، رح احط ملعقتين من صلصه البندوره وحرك. ممكن كمان تحطوا بندوره طازه. هيك بقليهم كلهم سوا مع بعضهم، قلبتهم هيك شوي مع بعض. هلا رح ضيف الفروج. عندي انا هون فروج وزن كيلو ونص تقريبا، تغسل كتير منيح وتنضف. بدي احطه وقليهم معهم. بقلب الفروج على كل الميلات، خليه يتقلى كتير منيح. بهالوقت انا رح اغطي الطنجره واترك الفروج يتقلب، وكل شوي رح اقلبه ليتقلى كتير منيح. وهلا من بعد ما تقلى عندي الفروج، هلا رح ضيف مي وخليه يغلي. هيك انا حطيت مي للفروج. هلا طالما قلينا الدجاج كتير منيح ما بقعد بطلع زفره، وفي حال طلع زفره اكيد بدنا نشيلها عن الوجه. حطيت المي، هلا بنطر لحتى يغلي ورح غطيه واتركه ينسلق لمده ساعه او ساعه وربع. عندي بعد اضافه كتير مهمه ما حطيتها، هي اللومه. اذا متوفر عندكم منقصقصها هيك بالسكين، بس منفخوتها بهالطريقه كرمال تطرى عند السلق. بعد ما غلي عند الدجاج هلا بسقطها حبه شقره وحبه سودا. عندي ممكن تحطوا من نفس النوعيه. اللومي هو الحامض المجفف، بيعطي طعم كتير لذيذ للرز. لكن هلا حنكمل ننطر لينسلق الدجاج عندي. وهلا بنشوف الفروج ما شاء الله له ساعه تقريبا على النار. هلا رح ضيف البهارات اللي حطيتها. عندي هون 1.5 ملعقة من الملح، لانه انا محضره 2.5 كوب من الرز. وعندي نص ملعقه من كل شيء: كزبره اليابسه، الكمون، البابريكا، بهار الاسود، القرفه، 7 بهارات، والعقد الصفراء. لكن رح ضيفهم قبل ما اشيل الفروج، خليه يغلي معهم ليتملحوا وياخذ من طعمه البهارات كلها. ما فيني اخبركم الريحه شو حلوه، ما شاء الله. ريحه البهارات كتير حلوه مع الدجاج. very special, it's really very special. وهلا من بعد ما غلي كم غلوه انا رح شيل الفروج بهالطريقه. محضره عندي صينيه دغري بدها تفوت على الفرن. هيدا الفروج هلا على الفرن ليتحمر. رح احط النار على اقل درجه حراره. وهلا رح اضيف الرز. هيدا الرز انا 2.5 كوب من الرز، بدي مغسلين ومصفيين، بدي احطهم ليتفلفل.
وهلا رح اغطي الرز واتركه يتفلفل على مهله. غليت المي عندي، هلا انا خففت النار تحتهم على اخر درجه حراره، رح اغطيهم واتركهم ليستووا. وهلا انا شلت الفروج من الفرن شوي، بدي ارجع ادخله لحتى امره، بس بدي احط له شقفه من الزبده بهالطريقه. هلا هي بتذوب عليه الزبده، ورح احط هون شقفه زبده وخليها تتنغنغ فيه، بتعطي طعم كتير لذيذه. ممكن نحط زيت زيتون، ممكن تدهنوا فيه، شايفين كيف هيك بدهن الزبده عليها. بتركها لتسوح وبتصير هي بتصير على كل الاماكن. هيك بتاكد انه كل الجوانب اخذت من الزبده. وهلا رح يرجع على الفرن. بنقول بسم الله ما شاء الله. هيك وصفتنا صارت جاهزه. شو رايكم؟ بابسط طريقه عملنا اطيب طبق من الكبسه. بابسط طريقه عملنا اطيب طبق من الكبسه. في اسرع من هيك والذ من هيك؟ هلا صار وقت ندوق. ليكو الرز، رز بجنن، مرزرز ومستوي كتير منيح. وهيدا دجاج منهنه. قولولي نقدر نقاوم هيك طبق؟ فيكن تقاوموه؟ خبروني بالتعليقات قد ايه عجبكم. بسم الله ومندوق. شو بدي اقول؟ الكلام عاجز عن الوصف، عن جد الكلام عاجز عن الوصف. طبعا هيدي ممكن يتقدم حدا صوص الدكوس، بس نحن لانه ما بناكلها، ما بحبوها، ما بفضلوها كثير عندي بالبيت، بس هي بتتقدم حدا. نحن بناكلها هيك، واوقات حدا لبن او سلطه. بتمنى تكون وصفاتي عم تعجبكم. يمكن انتم عم بتشوفوها كثير اوفر، بس هي بسيطه. عم جرب قد ما بقدر مرق لكم بطرق بسيطه تاكلوا ألذ طبق. بتمنى يكون عجبكم، وانا لا ما راح اقول لكم بتمنى يكون عجبكم هالمره، بدي اقول لكم شكرا على الاعجاب، وما تنسوني لايك. انطروا بعد وصفات لذيذه كثير. هيدا الطبق مناسب جدا لافطارات رمضان. بتمنى ينال اعجابكم، ومن هلا بقول لكم رمضان كريم. باي. سورشاس كيتشن.